كما كتلاحظوا السادة المشاهدين، الكل كيتكلم على الحكم الذاتي. الحكم الذاتي التعريف ديالو هو أنه كيمنحو واحد الجهات استقلالية في تدبير الشؤون الداخلية مع استمرار تحت سيادة الدولة وليس استقلال تام. وهذا الحكم الذاتي كنكون نوجدوه في مجموعة من الدول، منها إسبانيا، العراق، فنلندا. إسبانيا المثال ديالها هو منطقة كاتالونيا، والعراق إقليم كردستان، هادو كيعتمدو على الحكم الذاتي. والمغرب أنه استلم التجربة منذ 2007 وهو كيدافع عليها في إطار دبلوماسي يستطيع يقنع بها القوى العالمية. نستطيع إقناع القوى العالمية وأثبت جدارة هذا الاقتراح تم الاعتماد ديالو من مجلس الأمن. وهذا الحكم الذاتي في القانون ديالو اللي تقدم به المغرب لا يخالف قوانين الأمم المتحدة والمجلس الأمن. المغرب اعتمد على القانون عن حسن النية باش يثبت أنه يبحث عن حل ولا يريد الهروب إلى الأمام. وهذا القانون الآن تم الإقرار بأنه يكون هو انطلاقا نحو التفاوض. حنا غنجوزو نتفاوضو وغنتفاوضو على هذا الحكم الذاتي، يعني على بعض النقاط. هنا قضية مفهومة. وهذا الحكم الذاتي المنحة منطقة الصحراء، يعني منطقة الصحراء ما ولا عندها حكم ذاتي، أو اللي عندها برلمان خاص بها وعندها حكومة مصغرة خاصة بها داخل تراب هذه المنطقة، يعني كتولي عندها واحد الاستقلالية في تسيير الشؤون الداخلية، واللي عندها استقلالية حتى في الميزانية، يعني يمكن لها كتاخذ من الموارد الداخلية تتصرف في الموارد ديالها وهذه. ولكن كتكون واحد الرقابة تاع الدولة، وكل ما كيخص الدولة داخل هذيك المنطقة كينفذوا المندوب تاع الحكومة، والمندوب كتكون مكلفة الحكومة على المستوى الوطني، والمندوب كيمثل الحكومة في إطار التفاوض على بعض المسائل، وكيتم تفريع بعض الاختصاصات الحكومة المحلية، يعني الحكومة المحلية كيتم تفرع على اختصاصات من طرف المندوب تاع الحكومة. هنا واضحة الأمور، لكن كيبقاو تحت سيادة الدولة، كيبقاو يتعاملوا بنفس العملة وتحت نفس الراية، أي العلم المغربي، وكيكون تحت القضاء المغربي، يعني كيديروا عندهم قضاء وعندهم محكمة عليا ديالهم، ولكن ما كتخالفش التوجه القضائي للمملكة، ويحافظوا على إمارة المؤمنين. أمور هنا مفهومة. هذا كيفاش كيدار الحكم الذاتي على أساس أنهم يمارسون شؤونهم الداخلية باستقلال تام تحت سيادة الدولة المغربية، لا في المجال الأمني، لا في المجال العسكري، لا في العلاقات الخارجية، يكونون تحت السيادة المغربية. لكن الجهة يمكن لها تعقد شراكات خارجية بما يفيد الجهة، ولكن بالتشاور مع من؟ مع الحكومة. يمكن أن تعقد شراكات بترخيص من الحكومة الوطنية، وهذا البرلمان اللي مشكل وهذه الحكومة وهذه يمكن لها تشارك، مش يمكن لها، من المفروض غتشارك في البرلمان الوطني، ولكن في اتخاذ القرارات على المستوى المحلي عندهم برلمان ديالهم كيتحكموا في القطاع الصحي، كيشوفوا شنو ناقصهم، كيدرسوا النواقص، كيدرسوا الآليات اللي غتساهم في تقدم الجهة، كيدرسوا مثلا نسبة الشغل، كيفاش غنحاولوا نخدموا الشباب. هادشي عندهم استقلالية فيه. كيستغلوا الموارد، والموارد كتجي من مجموعة من ناحية، من وسائل النقل، المجال السياحي، المجال الصحي، هادشي كامل كيناقشوه في الاستقلالية. ويحتاج مثلا ما قداتهمش الميزانية، الدولة كتعاود تدعمهم في إطار التضامن بين الجهات، وهذا المبدأ ديجا كاين في الدستور المغربي، يعني التضامن بين الجهات، يعني بحال كنقولوا الجهة اللي لاباس عليها كتعاون الجهة الأخرى. علاش؟ هنا كان فتحوا المجال باش نحاربوا الفوارق المجالية، يعني ما تكون الجهة أكثر من جهة، يكون واحد التوازن ويعم الخير في جميع التراب الوطني. لهذا كنكونوا وكيكون عندهم شرطة خاصة
شرطة خاصة ومحكمة خاصة بهم داخل الجهة، يعني قضاياهم يتم مناقشتها داخل الجهة بشكل مستقل. لكن في العلاقات الخارجية كما قلنا، وفي العملة، وفي العلم الوطني، وفي الميدان العسكري، تحت سلطة الدولة وتحت سيادة الدولة. بهذا نكون عرفنا شنو هو الحكم الذاتي اللي يعتمد المغرب. كما قلنا هذه التجربة يمكننا نلقاوها في دول أوروبية وفي الصين في إقليم تيبت وغيرها. هذا هو مفهوم الحكم الذاتي، يعني ممارسة الاستقلالية نحو الشؤون الداخلية لجهة ما في حدود معينة وتحت سيادة الدولة. وفي حالة تم التفاوض على الحكم الذاتي وتم القبول ديالو، غتم مراجعة الدستور المغربي. كما كنعرفو حنا الدستور المغربي في الفصل الأول ديالو كيركز على الجهوية المتقدمة، والجهوية المتقدمة خصص لها باب في الدستور اللي كيتكلم فيه كيفاش هاد الجهوية المتقدمة. ولكن في حالة اعتماد الحكم الذاتي واش غتستمر الجهوية المتقدمة ولا غنوليو في الجهوية الموسعة، حيت كاين فرق بين الجهوية المتقدمة والجهوية الموسعة. هادشي غيفسرو فيه أصحاب القانون. ومن غيتطبق الحكم الذاتي ضروري الدستور المغربي غيتبدل. علاش؟ حيت غيهزو المضامين باش يطبقوه في الدستور المغربي كما كنعلمو، لأن الدستور هو اسم قانون. باش كيوقع واحد النزاع كنرجعو للدستور، وهنا باش يكون عندنا واحد الأساس قانوني. يعني الحكم الذاتي من غيطبق على أرض الواقع غيكون مضمن في الدستور المغربي اللي يحدد كيفيات والآليات كيفاش غيتنظم على أرض الواقع. هذا هو مجمل القول، وهذا هو تلخيص تاع الحكم الذاتي اللي اقترحه المغرب ومسلمه من تجربات العديد من التجارب على المستوى العالمي، خصوصا التجربة الإسبانية والتجربة العراقية والتجربة في دولة الصين.